أجرنا من أجرت يا أم مناحي. بهذه الكلمات أطاع أبناء نورة بنت محمد آل عسيلة أمرها، وهي التي كان نبراسها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في هذا المكان وقعت هذه الحادثة قبل سنة ونصف في قرية الجهرة التي تقع شمال شرق محافظة خميس مشيط. جريمة قتل عبد الله هزت المجتمع، وتداول الناس ذلك الموقف. والدة تجير قاتل ابنها. وأقبل على الوالدة مثل هذا الوقت بالضبط قبل غياب الشمس، ودخل عليها مع هذا المكان، وهي كانت في هذا الموقع لأننا واقفين فيه. كانت الواقفة في هذا المكان، نعم. ودخل عليها مع زوجته وأبنائه ووالدته، ودخل في وجهها قال: أنا في وجهك أنا قتلت عبد الله، وهذا سلاحي بين يديك وهذا ابني بين يديك. قالت الوالدة: إنا لله وإنا راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت في وجهي وأجرتك. قالوا: أجرنا من أجرت يا أم مناحي، وجيهنا مع وجهك وحنا مجورين بن شاهر إلى أن تقوم الساعة. جمعتهم علاقة جيرة منذ سنوات، ولم تتأثر هذه العلاقة رغم ما حدث. القصة لم تنتهي، فعلى مر سنة و7 شهور والله الذي لا إله إلا هو لم نجد من هذه الأسرة إلا المواساة. في جميع مناسباتنا هم المبادرين بالاتصال. ثالث يوم في العزاء سمعنا جانا خبر من جيراننا أرادوا إقفال أبوابهم وعدم استقبال أحد وعدم الصلاة معه في المسجد والارتحال المنطقة. والله حقيقة ساءنا هذا الأمر، وأقبلنا عليهم وأقبل علينا أخوهم بندر الله يوفقه ويحفظه مرحبا، وقال: إذا أردتم الثار فأنا أمامكم، نحن ما جيناكم الآن نريد الثار، نحن نريد الجوار، ألا تروحون من مكانكم تبقون فيه، وصلاتنا واحدة في مسجدنا، والذي حصل ما رضيتوه ولا رضيناه، لكنه حكم قضاء الله وقدره. إخلاص النية لوجه الله تعالى، هذا ما ابتغته نورة بنت محمد، التي سجلت موقفا نبيلا توافدت إليهم الوفود لشكرهم عليه وتثمينه. هي أول ما كلمتنا بنبرة أنها تأمرنا أمر، وإذا أمرت أمر حن ندعي لها ولا نستطيع أن نرفع صوتنا عليها نهائيا، ومهما قالت، وعلما أن الخبر حقيقة صدمة كبيرة، خاصة من جيراننا وأقاربنا، يعني قرابة أخوة، علما أنهم ليسوا من القبيلة، لكن بيننا وبينهم أكثر من القبيلة، من الوفاء الذي بيننا والمحبة، وعلما هو عبد الله يغفر له أخي، ما كان بينهم أي خلاف نذكره ولا نعلم. سطر هذا الموقف أروع الأمثلة في السلم المجتمعي، لتصبح قدوة في العفو والصفح، ليساهم فعلها بعتق عدة رقاب تأثرا بموقفها النبيل. محمد الجميري، MBC، خيبر الجنوب.